هعمل معاكم النهاردة بقى فطيرة لذيذة جدا بعملها كل شوية من جمالها، ولو جربتوها مرة هيطلبوها منكم كل يوم بعد كده، وشكلها في حتة تانية خالص. هنجهز العجينة بتاعتنا بقى. هنحتاج كوباية من الحليب الدافي، لبن الحليب الدافي، معلقة كبيرة مليانة كده من الزبادي، يفضل ان الزبادي يكون في حرارة الغرفة علشان ما ينزلش درجة حرارة اللبن الحليب، والبضاية برضو في حرارة الغرفة علشان ما تنزلش درجة حرارة اللبن. معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنقلب كل حاجة مع بعضها ونسيب الخميرة ممكن شوية كده علشان تفور ونتأكد انها شغالة معانا. ناس كتير بتستخدم الخميرة بتبقى بايظة او فاسدة او مش شغالة او ماتت اوريدي، فبتبوظ منهم المعجنات. فافضل حاجة ان انتوا تدوبوا الخميرة في شوية لبن دافي او في شوية مية دافية الاول، تتأكدوا انها شغالة وبعدين تكملوا الوصفة بتاعتكم. دي افضل طريقة عموما، ولكن اللي متأكدين من الخميرة بتاعتهم او الخميرة جديدة ينزلوا بيها على طول على الدقيق. 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. هنقلب بقى المكونات الجافة مع بعضها وننزل بالمكونات الجافة على المكونات السائلة بالتدريج زي ما انا معوداكم، زي ما احنا متعودين، علشان الدقيق ما يزيدش مننا. بننزله كده واحدة واحدة. بنفضل نضيف في الدقيق ونقلب في العجينة لحد لما نحس ان الاسباتولا خلاص بقت تقيلة ومش عارفة اقلب بيها العجينة. في المرحلة دي بقى هبتدي اعجن بايدي. انا حطيت كمية الدقيق كلها لان المعيار مظبوط معايا 4 كوبايات ونص بالظبط. وهنعجن العجينة، نحاول ان احنا ما نزودش دقيق قوي. طالما قادرين نعجنها خلاص هننزل عليها بربع كوباية من الزيت، ونلم العجينة مع الزيت ونخليها تشرب الزيت تمام. زي ما قلت طول ما انا قادرة اعجنها مش بتلزق قوي في ايدي، خلاص تمام. ما بزودش دقيق عشان تبقى طرية في الاخر. لقيتها محتاجة بزودها معلقة ولا حاجة. وبنعجن العجينة لحد لما تطرى وتنعم وتشرب الزيت تماما زي ما انتوا شايفين كده. حتى لو بتلزق شوية بس انا قادرة اعجنها خلاص تمام كده. حط عليها معلقة زيت ولا حاجة علشان ما تلزقش في الطبق، وبنغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي لحد لما يتضاعف حجمها. تاخد لها تقريبا من 45 دقيقة لساعة. انا بحطها في الفرن جنب لمبة الفرن. لمبة الفرن بتدفي الفرن كده وبتخلي المكان دافي جوه، فبتخمر بسرعة. ممكن جنب الدفاية او جنب اي حاجة دافية. على ما نجهز بقى الحشوة بتاعتنا هنحتاج جبنة فتة. معايا كوباية من الجبنة الفتة، وحط عليها معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من النشا وبقلبهم مع بعض. ولو مش عايزين تحطوا سكر ما تحطوش، احنا هنخلي بس الجبنة مدية تسكيرة خفيفة. وانا عاملة اوريدي حشوتين، حشوه حط عليها سكر وحشوه من غير سكر ولا حاجه، فاختاروا اللي يعجبكم. النشا هيخليها متماسكه شويه وما تسحش جوه الفرن وتطلع من العجينه. الحشوه التانية برضو جبنه فته، حطيت عليها شويه بقدونس مفرومين كده، وكمان حطيت معلقه كبيره من حبه البركه. ممكن تحطوا سمسم، ممكن تحطوا اي حاجه انتوا عاوزينها. يعني ممكن تخلطوا الجبنه باي خضار او اي بهارات او اي حاجه انتوا حابين تحطوها. ممكن تحطوا بصل اخضر زي ما انتوا عاوزين. العجينه خمرت وتضاعف حجمها تمام. بصوا العجينه طريه ازاي في ايدي، عامله زي القطنه بالظبط. شوفوا شكلها عامل ازاي. تيجوا تلمسوها تلاقوها بتدخل لجوه كده من كتر ما هي طريه، طبعا لانها خمرت كويس جدا. نحطها بقى على سطح مش لازم يكون مرشوش بالدقيق طالما هي تمام. نديها شكل اسطواني وبنقطعها ل9 قطع، من 9 ل10 قطع، بس 9 قطع بتبقى مظبوطه دايما. وبناخد كل قطعه فيهم ونكورها ونقفلها من تحت كويس، ونحطها على سطح مرشوش بالدقيق. نحطها على صينيه ولا حاجه فيها رشه دقيق عشان لما ترتاح ما تلزقش في بعضها. وبنغطيها ونسيبها ترتاح لمده 10 دقايق او ربع ساعه كمان. بنفرد بقى العجينه بتاعتنا، ناخدها كوره كوره كده على سطح مرشوش بالدقيق، نديها رشه دقيق برده من فوق علشان ما تلزقش معانا، ونفردها. ومعايا معلقه زبده سايحه، وبدهن العجينه كده، بديها وش بس كده خفيف، يعني بالفرشه كده دهنه زبده خفيفه، ممكن سمنه لو حابين، ممكن زيت، مفيش مشكله. ونقفلها على بعضها كده شكل قوس. وناخد بقى الحشوه بتاعتنا بتاعت الجبنه، وات ايفر الحشوه اللي تحطوها. ممكن تحطوا حشوه لحمه مفرومه، ممكن تحطوا فراخ، يعني احشوا زي ما انتوا عاوزين. ناخدها من الطرف كده ونقفل الاول، وبعد كده نمشي نقفل بقيه الكوم بتاعتنا. هنا الجبنه كانت زياده فشلت الحبه الزياده، بعد كده بقى اخدت بالي ما حطيتش زياده. بقفل من الطرف وبضغط زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نبتدي نلفها من هنا ومن هنا شكل الكون بتاع الايس كريم كده، ونقفلها من تحت كده بالشكل ده. دي طريقة التشكيل بتاعتنا. بصوا شكلها عامل ازاي. صينية مقاس 24، بنحط فيها ورقة زبدة او نديها دهنة زيت كده، ونحط فيها العجينة بتاعتنا. بس انا بفضل دايما نحط ورق زبدة عشان ما تلزقش لما بنيجي ندهنها بعد كده من فوق بالدهان بتاع الوش، بتلزق شوية. ودي واحدة كمان اهو، شكلتهم كلهم بنفس الشكل. وفي النص اخر واحدة خالص
قفلتها عادي جدا، حطيت جواها حشوة الجبنة وقفلتها من تحت زي الكورة وخلاص كده. وبنغطيها ونسيبها تخمر الخمرة التانية أو التخميرة التانية برضو في مكان دافي لحد لما يتضاعف حجمها وتنفخ كده كويس، وادوها فرصة وسيبوها تخمر كويس علشان تطلع هشة معانا. ومعايا صفار بيضاية حطيت عليه 4 معالق كبيرة من اللبن الحليب، نقطتين خل كده ونضربهم كلهم مع بعض. وده الدهان اللي هندهن بيه الوش. طبعا لو مش عايزين تدهنوا ببيض ممكن تدهنوا بحليب فقط، ممكن تدهنوا بنسكافيه، ممكن تدهنوا بزيت زيتون وزبدة. يعني في اختيارات كتيرة أو في خيارات كتير للدهان. الصفار بيديها لون محمر شوية زيادة وما تاخدش وقت كتير في الفرن وتحمر بسرعة، فتطلع معانا هشة وطرية كده ما تنشفش مننا. وطبعا ده أنا شرحته قبل كده كذا مرة. هحط عليها من فوق كده حبة البركة. أنا بحب حبة البركة جدا، بتديها شكل حلو قوي، بتديها كمان نكهة حلوة. وبندخلها الفرن على درجة حرارة 185 وسيبوها في الفرن لحد لما تاخد لون من فوق وتحمر. تاخد لها تقريبا من 20 دقيقة لنص ساعة. لو لقيتوها استوت وتمام ولسه ما احمرتش ولع عليها الشوايه من فوق، مفيش مشكله عشان تاخد لون بسرعه. واول ما تطلع وهي سخنه على طول بدهنها بشويه زبده سايحه، وممكن تحطوا كمان معلقه ميه مع الزبده. المهم تدهنوها وهي سخنه علشان تطرى معانا. وبنغطيها طبعا ونقفلها كويس ونتاكد انه بخار الميه او السخونيه محبوسه يعني جوه. بغطيها بورق شفاف وبغطيها بفوطه. بعد كده بسيبها 10 دقايق كده او ربع ساعه علشان تطرى معايا. هي المعجنات لما بتطلع من الفرن بتبقى ناشفه على فكره. بصوا طريقه ازاي، بصوا بقى الجمال. طريقة تشكيلها جميلة وشكلها لذيذ، تنفع كمان في المناسبات وأعياد الميلاد عشان شكلها حلو كده وتقديمها لطيف وطرية وهشة تجنن. والحشوة بتاعتها بقى ما أقولكوش، أنا عن نفسي بعشق المعجنات اللي بالجبنة مع كوباية شاي كده وبس كده. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.